السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هاتي شوية دقيق وتعالي هنعمل مع بعض حاجة بنجيبها غالية من بره جدا. هنعملها مع بعض بكل سهولة، ولو مبتدئة هتعمليها على طول. معايا الكوباية المعيارية، حطيت 3 كوبايات دقيق. معايا المعلقة دي اللي هي 15 ملي. احط معلقة سكر على الدقيق، تمام كده، ومعلقة ملح صغيرة. ونفس الكوباية المعيارية هملاها كوباية مية دافية، تمام. وقلبت بقى كل المكونات الجافة كده مع بعض، وهحط بقى المية شوية بشوية لحد ما العجينة بتاعتنا تلم معانا. انا بس هلم العجينة، بس هلمها بس. خليكم معايا، الفيديو فيه ارشادات حلوة هتفيدكم. هحط بقى ايه كمان، ايه، ربع كوباية مية. لقيت الدقيق بتاعي محتاج سوائل، تمام، عشان الم العجينة بتاعتي. احط بقى ايه، معلقه بمعلقه كده. حتى الربع ميه ما خدتوش. يعني انا حطيت بقى كوبايه ميه، والربع اللي انا مليته ده حطيت منه حوالي 3 معالق بس. تمام كده، تمام. نسيب بقى العجينه ترتاح لحد ايه ما تكون عرق، ونبتدي بقى نعجن فيها تاني. كل مرحله نريح فيها العجينه بالشكل ده كده، تمام. اعجن فيها شويه واسيبها ترتاح، وهكذا. ده من عوامل نجاح طريقتنا النهارده، تمام كده. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بس في البدايه نحط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس، وتخليكم معانا لاخر الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تمام. ابتدي بقى اعجن فيها برضو تاني زي ما انتم شايفين كده لحد ايه ما تديني عرق. وانا عايزه العجينه بتاعتي بتلزق سنه، يعني امسكها تلزق في ايدي، او زي ما انتم شايفين كده، بس ما تلزقش. تمام. خلاص كده عجننا العجينه بتاعتنا لحد ايه ما بقت ناعمه خالص زي ما انتم شايفين كده. شايفين العرق بتاع العجينه؟ وغطيتها بقى وارتاحت، ونبتدي بقى نشتغل فيها. هدهن كده الكونتر بتاعي زبده سايحه بالشكل ده كده، وابتدي بقى افرد العجينه بتاعتي. تمام. النهارده هنعمل الفطير المشلتت بطريقه سهله جدا. لو انت مبتدئه هتعمليه بكل سهوله. شايفين بقى العجينه عشان ارتاحت بتتفرد معايا بدون اي مجهود. النهارده الفطير بتاعنا هنعمله من غير فرد كتير، من غير دبكه كتير، زي ما انتوا شايفين كده. بس الفرد في اول مره بس زي ما انتوا شايفين هيبقى ارققها على قد ما اقدر. اهو فردنا كده العجينه بتاعتنا. نبتدي بقى ندهنها بالزبده اللي هي بدرجه حراره الغرفه. لو عندك الزبده مجمده حطيها في الميكرويف 10 ثواني وتطرى معاكي. ونبتدي بقى ايه، ندهن كل العجينه بتاعتنا. لو في حته فيها مقطوعه ولا حاجه مفيش اي مشكله خالص، بتتداوم. وابتدي بقى بسكينه كده واروح ايه، قطعه من الجنبين بالشكل ده كده. تمام، تمام، بالشكل ده كده كده زي الفل. خلاص بقى نيجي بقى ايه، نبتدي نلم العجينة بتاعتنا من الطرفين اهو كده. خليكم معانا بس شوفوا الطريقة اهو. شايفين؟ وانت بتلم العجينة على بعض حاولي تفردي برضو في العجين زي ما انت شايفة كده. تمام اهو. وابتدي برضو من الطرفين زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اوصل لنهاية
الفطير بتاعنا. تمام كده. لو واحدة طلعت مثلا طويلة زي اللي انتوا شايفينها كده، برضو افردها، ما فيهاش اي مشكلة خالص. تمام كده. واطبق برضو، وهكذا. تمام. اللي ينسي اللايك يحط اللايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس، واعملوا الطريقة وقولولي هتطلع معاكم ازاي. انا هوريكم في اخر الفيديو. الفطيرة طلعت مش قادرة اقول لكم، طعمها تحفة ومقاديرها مظبوطة جدا. تمام كده. خلاص كده قربنا نخلص الفطيرة بتاعتنا. هو بس الدبكة كلها في اول حاجة ان انا بفضل اطبق عشان تعمل لي توريقة اكتر. تمام كده اهو. ببتدي بقى افرد كده. تمام. خلاص كده خلصنا. كل مرحلة بقى هغطي العجينة بتاعتنا واسيبها ترتاح. هجيب بقى كيس بلاستيك وغطيها بقى واسيبها ايه ترتاح. اعرف ازاي ارتاحت؟ هنغزها كده، اذا النغزة ما رجعتش يبقى العجينة بتاعتي ارتاحت، فاشتغل فيها تبقى ايه، هتسهل عليا وتتفرد معايا بكل سهولة. ابتدي بقى افردها تاني، بس الفرد المرة دي مش هيبقى زي المرة اللي فاتت، هيبقى فرد بسيط. تمام. وابتدي بقى ايه ادهن كده زبدة. تمام. اللي يقولك الفطير المشلتت ما بياخدش زبدة، ده طبعا مش صحيح. فطير مشلتت يعني زبدة كتير، بس ده لحد ما مش واخد الزبدة الكتيرة يعني، معقولة. تمام. هبتدي بقى اطبق كده واعملها بقى ايه كورة. تمام كده. بس كده. خلاص كده الفطيرة بتاعتنا جهزت وخلصت. معانا بقى الصينية بتاعتنا مدهونة بالزبدة، وكل دوت اثناء ما انا بشتغل الفرن بتاعتنا والعة على اعلى درجة. هسيبها برضو المرحلة دي قبل ما ادخلها الفرن ترتاح حوالي ربع ساعة. شايفين كده ارتاحت. وابتدي بقى افردها، تتفرد معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. واما اجي افرد من جوه لبره. تمام كده. العجينة تحفة، مقادير مظبوطة. الكوباية المعيارية دي لو مش عند حد، ممكن كوباية الشاي، المج بتاع الشاي اللي هو بودن دوت، ممكن تعايري بيه. تمام كده. يبقى فطرتنا خدت النهاردة 3 كوبايات دقيق، وكوباية وربع مية. الربع خدنا منه 3 معالق مية بس، وخدنا 15 ملي بالمعلقة او معلقة اكل اللي بناكل بيها، معلقة مليانة سكر، ومعلقة الشاي تعملي معلقة ملح. وابتدي اعجن فيها، وكل مرحلة اريح العجينة بتاعتي. كل ما تريحي العجينة تديكي نتيجة كويسة، وكل ما تعجني الفطير كتير يديكي برضو نتيجة كويسة. وهيدخل على فرن ساخن. دهنت الوش اهو بعد ما فردت بالزبدة على فرن ساخن على الرف الوسطاني. مش الرف الوسطاني بقى، الرف اللي تحت خالص
والشوايه فوق تولع، يبقى من فوق ومن تحت. الفطيره بتاعتنا طلعت اهو زي ما انتم شايفين، وغطيناها كده بالغطا عشان ايه نكتم ايه كل السخونيه فيها، وايه وتطرى معاكي. شايفين؟ مش قادره اقول لكم، طعمها تحفه. جربوا الطريقه وقولوا لي رايكم ايه. اسيبكم في رعايه الله احلى واعلى متابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.